انا ما عنديش استعداد اترمي في الصحراء وبقى مسلوق وحياتك مسلوق والاخر الاسبوع مسلوق وعيش حياتك مع نفسك بقى. مين قال ان احنا ناكل مسلوق يا جماعه؟ معلش، هي شويه الكوسه لما تحط مثلا معاهم شويه خضار اللي انت المفروض تاكلهم مع حته دهون صحيه من اللي المفروض تاكلها وتشوحها وتظبط الدنيا، هتفتح الحله تلاقيها بسبوسه بالكنافه بالقشطه بكل حاجه، ما هي نفس السعرات انت تبلتها ببعضها. الموضوع سهل يا جماعه. حد يقول لي لا بس الاكل الغريب ده، ما احنا كده هنبدل بقى الاكل اللي بناكله ونغير في الحاجات المخبوزات والناس اللي عندنا في البيت مش هيقبلوا كده. بس الناس اللي عندكم في البيت ليهم اكل وبحلقه، انما انت بقى حطيت ايه جوه الاكل مش موضوعهم. اللي بيخلي محلات تجاريه تحط حاجات ما يعلم بيها الا ربنا والناس تاكل فيها زي الجراد، هيخلي ست البيت الشاطره تقدر بمكونات صحيه ان هي تعمل من الفسيخ شربات وكله يتبسط من الاكل ده والبيت كله ياكل من حله واحده وتعيش عيشه اهلك وتبقى الحياه لطيفه جدا. صح ولا لا؟ حد ياخدني على جنب كده يقول لي بصي بقى معلش، يعني حطي نفسك مكاني. انا النهارده انا في الماركت عندي دقيق الشوفان والدقيق الابيض وكل حاجه تمام التمام، اروح اشتري الدقيق الابيض اللي هعرف اطبخ بيه وابدع بيه ولا دقيق الشوفان اللي هيطلع مني مفرول والدنيا حلوه؟ تشتري ايه لو مكاني؟ لو مكانك لا هشتري ده ولا ده. انا هروح حاره الطباخين اقول لهم اطبخ ايه، هيدوني المقادير وهيدوني الوصفه وسر الصنعه كمان وهيفضلوا معايا لغايه اما اظبط. ايه حاره الطباخين دي؟ ده جروب تبع صحه وسعاده عملناه، في ناس كاترينج بيعملوا حاجات، طبعا بيعملوا البشاميلات وكل حاجه وبيحاولوا يخلوها صحيه على قد ما يقدروا، وحاجات الحميات وكل حاجه، وموفرين لك كتالوجات، بس مش كتالوج بقى زي فاكرين انتوا مسرحيه المتزوجين بقى، ده مش قبل النظيره، دي صفحه الوفيات يا لينا بقى كتاب اللي هو اتصرفي. لا، هيفضلوا معاكي خطوه بخطوه، ما ظبطتش معاكي ليه؟ طب جربي كذا لغايه ما تظبط معاكي، وخطوه بخطوه يا ستي. وانت خسرانه ايه؟ يعني هي اكله تفوت ولا حد يموت. انا عارفه ان صعب ان الواحد يخرج من منطقته كده والمكان اللي هو مرتاح فيه، لكن جربي معانا. حد طلع قال لي بصي بقى دكاتره التغذيه مش هيسيبونا في حالنا مهما نعمل، هيطلعوا بقى يقولوا لنا بقى انتوا جيتوا تكحلوها عملتوها، اللي انتوا عملتوه ده بوظتوا الدنيا شويه، يعني خليكم في اللي انتوا فيه. فعشان كده بقى خلي الدكتور احمد جاد معانا في جروب حاره الطباخين يتابع معانا خطوه بخطوه ونشوف احنا بنكحلها ولا بنعميها. وقعدنا بقى بدعنا وعملنا انجازات حلوه جدا بقى، واستدعينا بقى دكتور احمد وبدانا نساله. فاجئني بسؤال غريب جدا بصراحه، انا ما كنتش متخيله يعني اسمعه من دكتور تغذيه. قال لي انتوا مزنقين على نفسكم كده ليه؟ يعني يا دكتور ما احنا عاملين اهو عيش جبنه قريش وسندوتشات خاص، طب يا جماعه فين الكربوهيدرات؟ يا دكتور كربوهيدرات ايه؟ انت عارف ان هي يعني دي مجرمه وبتستفز الانسولين وبتخليه يبهدلنا وبتعمل لنا مشاكل. قال لنا يا جماعه احنا محتاجين كربوهيدرات. وبعدين بقى يا دكتور طب ما احنا عايزين نفهم الدنيا. فساعتها بقى قررنا ان احنا عايزين فعلا نتعلم ازاي نلعبها بمفهوميه وينور لنا دماغنا. يا جماعه انت اول ما بتخش مكان لازم تنور النور كده عشان تمشي كويس، مش تبقى زي الغشيم المتعافي وتدوس بلاش كربوهيدرات بلاش كذا. وده اللي احنا هنعمله النهارده في حلقتنا العبها بمفهوميه. دكتور احمد كده هيكلمنا على اساسيات التغذيه اللي هي سر المعبد اللي يخلينا بنعرف هل احنا فعلا بنوفر لجسمنا احتياجاته بشكل متوازن بسعرات ما تخربش الدنيا ولا لا.